أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى روتين من الأعماق زي ما بيقولوا. هنهد الأوضة دي وهنشيله كل حاجة تنظيف بقى من الداخل، وقلت أنقلها بالمرة ونغير بقى النظام شوية عشان زهقنا بقى لنا كتير عاملة النظام ده، فقلت أغير نظام جديد كده. انا شلت بقى المراتب وكنت حاطه السجاد تحت المرتبه، وشلت بقى ديت بطاطين وحاجات بتاعتي وبتاعت ساندي. فانا هشيل كل دوت وهفك السرير وفضيت الدولاب وشلت كله. طبعا انا بوريكم لقطات كده، مش هوريكم الطعام يعني الهده كلها، بس انا حبيت اشارككم بس واوريكم ان انا اديكم كده تشجيعه. كل اللي عايزه تعمل حاجه بصوا المنظر ورا، يا لهوي يعني كان منظر مقرف. فكل اللي بقى اللي مكسله تقوم بقى تعمل وتشيل وتنظف كده من الاعماق عشان تبقى تشجيعه جامده كده. بصوا انا كده بقى ضيرت الدولاب وفكيت السرير وضيرته علشان السرير لو لفيته ما يتكسرش مني او حاجه. طبعا انا بوريكم الحيطه عندي بايظه خالص. انا طبعا في الدور الارضي، والدور الارضي مقرف جدا جدا. ادي منظر الاوضه بقى بعد ما ضيرتها. هنا انا حطيت السراحه ونقلت بقى كده، انا طبقت الدولاب وحطيت البطاطين وحط البتاع ده السجاد وحطيت المرتبه تاني. بوريكم بقى المنظر دوت، وقولوا لي بقى في الكومنتات الاول كان احسن ولا كده احسن؟ تمام. بصوا منظر الحيطه، مش عارفه والله اعمل فيها ايه. لو حد يعرف مثلا الحيطه دي دواها ايه، ان كذا مره ادهرها واديها وش بوهيه ترجع الدهاره تقع منها تاني. مش عارفه اعمل فيها ايه بصراحه، زهقتني خالص. طبعا اللي ما صلاش على النبي يصلي على النبي كده ويذكر الله كده، وطول ما انت قاعده كده اذكر الله. قومي من النوم كده شغلي بخور وخلي كده يومك يعني بدايته بالقرآن والبخور كده. احنا بقى كان خلاص بقى الفينش الاخير دي. اول ما تيجي تفرشي السجاد كده السرير كده بتحسي ان خلاص الدنيا راقت معاكي، نتفت وراقت. طبعا انا ما وريتكمش الهده اللي انا اتهديتها اليوم ده، كان هده جامده جدا، وكان مش عايزه اقول لكم كان قد ايه تعبت من اليوم ده كده. احنا بقى خلاص بنعمل التنفيضه بقى الاخيره، بنمسح بقى. طبعا انا حاطه بقى ديتول وشويه كرول في البوك بتاعتي وشويه صابون، بس تلميعه كده يعني، لان انا سيقت الارض. وبعد ما فرشت وخلصت اديتها كنسه تاني، ورحت جايه ملمعه تاني اللي هو التلميعه الاخيره دي.
نفرش كده سجاد بقى خفيف كده من اللي هو العادي بتاعنا دوت اليومي. والله يا جماعة الواحد لما بيعمل حاجة زي دي بيحس بالنظافة كده وراحة بال جامدة كده. كده الأوضة بتاعتنا خلصت خلاص. رشوا بقى شوية معطر. اللي عند الدولاب دي حاجة ساندي، والحاجات اللي انتوا كنتوا شايفينها تحت الدولاب انا السرير انا حطيت حاجة ساندي كلها، حطيتها على بعضها كده عشان فوق الدولاب ما يبقاش فيه عك كتير ولا تحت السرير. وبكده الأوضة بتاعتنا خلصت والروتين خلص. يا رب بس يكون الفيديو هيفيدكم بحاجة، واللي مكسلة كده وعايزة كل يوم تقول هقوم بكرة انضف الأوضة بعد انضف الأوضة، لا قوم يلا شجعي كده ونفضي وروقي. بص الحيطة مقرفة جدا، مش عارفة والله العظيم اعمل فيها ايه الحيطة دي. وادي الأوضة كده خلاص خلصت. والنظام لو الاول احسن يا ريت تقولولي ولا ده الاحسن، مش عارفة انا بصراحة. انا غيرت النظام وبرضك وبقولولي انا بشاور لكم اهم على الحاجة اللي محطوطة. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.